ادي وقتك لولادك وربيهم، مش تكبرهم. هو الأب والأم دلوقتي دورهم في حياة ولادهم إنه قلبوا كريدت كاردز واي تي امز وبنك وخزنة؟ خلينا النهاردة نتكلم عن الأب. الأب طول عمرنا في حياتنا من ساعة ما ربنا خلق الدنيا إن الأب هو الظهر والسند والأمان والاستقرار والثقة في النفس للولاد وللبيت، هو عمود البيت. هو ليه احنا بقالنا فترة طويلة قوي الموازين كلها اتقلبت؟ ليه الأبهات، أنا ما أقدرش طبعا أعمم لأن لكل قاعدة اختلافات كتيرة قوي، مش هقول شواذ. ليه الأبهات قلبوا بقالهم فترة من شوية إنه إحنا بنشتغل عشان نصرف؟ على فكرة وجودك مع ولادك، إنك تاخد بالك منهم وتعلمهم وتربيهم وتكبرهم مع أمهم أهم من الصرف. أكيد الصرف مهم وأكيد محتاجين نصرف على ولادنا، لكن وجودك مهم، أنت السند والظهر. وعلى فكرة في فرق كبير ما بين التربية وإن احنا بنكبر الولاد. لما بتقعد تصرف انت كده بتكبرهم، بتأكلهم وتشربهم، انت كده بتكبرهم. لكن التربية مش كده. التربية غرز مبادئ وقيم وصح وغلط وينفع وأصول وعادات وتقاليد. الأم ليها دور والأب ليه دور، والأب دوره بيجي مع ولاده في وقت بيبقى حساس جدا الأم ما بتقدرش تتصرف فيه. عشان كده ربنا خلق الست والراجل وعلاقة ما بين راجل وست، ووجودهم مع بعض مهم لتربية الولاد. فعايزة أقول لكل أب عايش في بيت مع مراته وولاده، لو سمحت ادي وقتك لولادك وربيهم، مش تكبرهم. والكل أب مش عايش مع مراته في بيته وولاده وبيته وولاده في نفس البيت، لو سمحت اصرف على ولادك حب وحنان وسند ووجود قبل ما تصرف عليهم فلوس. ولو انت مش موجود ومش بتصرف، انت عندك مشكلة كبيرة محتاج تراجع نفسك.